مين فينا بيعدي يومه من غير ما تحصل حاجة تضايقه أو تنرفزه، أو يسمع كلمة أو جملة أو حتى تعليق يضايقه؟ وأوقات كتير مش بيعدي يومنا غير لما حد ينتقدنا فيه، سواء على شكل أو لبس أو تصرف. وأوقات كمان بنتعرض للمواقف المحرجة، وفي الأوقات اللي زي دي بنكون في أمس الحاجة لشوية تجاهل. وفي ناس تانية هتفضل طول اليوم زعلانة ومتنكدة بسبب الموقف اللي حصل. فلو انتي من الناس دي كملي الفيديو للآخر عشان نتعلم سوا ازاي نتجاهل أي حد أو أي حاجة بتضايقنا. أول حاجة محتاجة تتعلميها هي انك تحددي أولوياتك، بمعنى انك تعرفي ايه اللي بيهمك فعلا وايه اللي مش مهم بالنسبة لك. مين الأشخاص المهمة في حياتك اللي رأيهم وكلامهم ونصايحهم نابعة من حب ليكي، ومين الناس اللي كلامها وانتقادها هو عبارة عن مشاكلهم النفسية مش أكتر. محتاجة تحددي لنفسك مين الناس دي، بحيث انه مش أي كلام من أي حد يتاخد على محمل الجد. في كلام من ناس معينة هيكون مصدر أمان وثقة وده لازم نركز فيه، أما أي حد تاني غير الناس دي فاحنا مش بنركز معاهم ومش بنفتكر حتى إنهم اتكلموا. مش كل الناس تستاهل إننا نديهم طاقة من عندنا ووقت. مش كل الناس تستاهل إننا نعمل لهم قيمة، خصوصا لو هما كانوا مش بيضيفوا قيمة لحياتنا. فوقتها هما وكلامهم هيكونوا في الهوا سوا، بيمروا كده من قدامنا مرور الكرام من غير ما نديلهم أي وقت أو اهتمام. تاني حاجة وأهم حاجة هي إنك أصلا في الأساس تعرفي قيمة نفسك. لو انتي عارفة نفسك كويس واثقة منها، عمر ما في حد هيقدر يأثر فيكي بأي كلام. لو انتي عارفة كويس شكلك وجمالك وبتحبي شكلك، عمر ما في حد هيقدر يقنعك انك مش جميلة او مش جذابة. لو انتي واثقة في عقلك وتفكيرك وقدراتك، عمرك ما هتتهزي لو حد قالك انتي مش هتقدري، او لو حد قالك مش هتوصلي والموضوع ده كبير عليكي وانتي مش قده. عمرك ما هتتأثري بكلام الناس، لانك عارفة انتي مريتي بايه كويس قوي، وعارفة انتي استحملتي قد ايه. هما ما يعرفوش حاجة، انتي بس اللي عارفة انتصاراتك، انتي اللي عارفة كم مرة هزمتي يأسك وخوفك. لما تبقي عارفة كل ده ومؤمنة بيه، مستحيل اي كلام يضايقك او يزعلك. وقتها اي حد هيقول اي كلام مش حقيقة عنك، انتي لا اراديا هتتجاهليه، لانه ما يعرفكيش كويس. فاهم حاجة عشان تقدري تتجاهلي اي كلام سلبي او اي انتقاد، هي انك تعرفي نفسك وتثقي فيها كويس. وتعلمي كمان ازاي تتحكمي بمشاعرك. اتعلمي تميزي بين الامور اللي تستاهل رد فعل منك وايه الامور اللي ما تستاهلش. لو قابلتي اي حاجة مش بتزود حياتك قيمة او مش بتطور منك وتخليكي تتقدمي لقدام، يبقى لازم وواجب عليكي انك تتجاهليها. وعلى فكرة، كل ما انتي بتتجاهلي الناس دي او الكلام اللي بيقولوه، هيحاولوا يستفزوكي اكتر. وافضل طريقة للتعامل مع الاستفزاز هي التجاهل والصمت وعدم الرد، لان اللي بيستفزك هدفه كله ان يخليكي تردي، عايز يشوف ردة فعلك. بس لما انتي ما بتديش ردة فعل، ده هيخليه يفقد السيطرة على الموقف، ومع الوقت خلاص هييأس منك وهيشوف حد غيرك. طيب انا ليه اصلا بقولك تجاهلي؟ لان التجاهل راحة بال. التجاهل هيخليكي تحافظي على سلامك النفسي، هيخليكي كمان تحافظي على طاقتك للحاجات اللي فعلا تستاهل. انا الاول ما كنتش بتجاهل، كنت لازم ارد على كل كلمة واواجه كل شخص واشوف قصده ايه. واوقات كتير كانوا الناس دي ما تستاهلش، واكتشف ان في اخر الحوار انهم اتفه واصغر من اهتمامي ده. في يوم من الايام حد قال لي كلمة مش ناسيها لحد النهاردة. قال لي كفاية تبعتري نفسك في كل مكان ومع كل شخص تقابليه في حياتك. ما تدافعيش عن نفسك، سيب اللي عايز يغلط فيكي يغلط، واللي عايز ياخد عنك صورة وحشة اديله صورة كمان. اختاري الناس اللي تستاهل زعلك ووقتك. لو حد مهم بالنسبة لك، اشتري خاطره واشتري له الدنيا بحالها. لكن لو حد مش عزيز عليكي، سيبيه يعدي بهدوء من غير ما تقفيله. ومن يومها وانا اتعلمت اتجاهل، وصدقوني التجاهل راحة، لان حرفيا مش كل حاجة تستاهل ان نخرب توازننا عشانها. النقطة اللي بعد كده، ركزي على الايجابيات. املي وقتك وعقلك بحاجات تخليكي سعيدة وتحسسك بالانجاز. خلي في حياتك حاجات مفيدة ومهمة بتعمليها. لما تكوني مشغولة مش هيكون عندك وقت تفكري في كلام حد او تفكري في الحاجة اللي ضايقتك. هيبقى سهل عليكي انك تتجاهلي اي حد يعكر مزاجك. وعلى العكس تماما، طول ما انتي فاضية، عقلك هيفضل يفكر ويقولك فاكرة الموقف الفلاني، فاكرة فلانة قالت ايه، طب هي كان قصدها ايه، وليه قالت كده في الموقف ده، وهكذا. خليكي مشغولة دايما. الانسان المشغول ما عندوش وقت يفكر في التفاهات. حتى لو في حاجة مهمة حصلت وانتي مش عارفة تسيطري على تفكيرك او تتجاهلي، مفيش مشكلة، فكري بس بدون مبالغة. حددي لنفسك وقت تفكري فيه، ومجرد ما الوقت ده يعدي خلاص قومي وكملي حياتك، وتعلمي تتخطي الامور ببساطة من غير ما ترهقي نفسك بالمشاعر السلبية والافكار. وافتكري دايما ان فن التجاهل مش ضعف، بالعكس هو قوة بتعكس نضجك وحرصك على سلامك النفسي. اتعلمي فن الذكاء العاطفي، لان لما يكون عندك ذكاء عاطفي هتعرفي تفهمي الدافع اللي ممكن يخلي اي شخص يتعامل معاكي بطريقة معينة او يتعامل معاكي بطريقة سلبية. في اوقات كتير هنتجاهل تصرفات وكلام من اشخاص علشان بس احنا بنحبهم، زي مثلا انك تكوني عارفة ان الشخص اللي قدامك بيمر بفترة صعبة في حياته او مضغوط مثلا، فده خلاه يتصرف معاكي بطريقة وحشة او بطريقة سلبية. ساعتها احنا هنتجاهل الكلام والافعال دي عشان دوام المحبة، وعلشان احنا فاهمين ايه السبب وايه الدوافع ورا التصرفات دي.
وخلي بالك ان اقوى سلاحين من اسلحة التجاهل واللي لازم يكونوا عندك عشان تقدري تتجاهلي هما الصمت والابتسامة. ابتسمي وتجاوزي. الابتسامة سلاح قوي جدا، لما تواجهي أي استفزاز أو أي انتقاد يكفيكي إنك تسكتي وتبتسمي بهدوء وتكملي يومك. الحركة دي هتوصل للي قدامك رسالة غير مباشرة بإن كلامك لا يعني لي شيء، وإنك مش فارق معايا أصلا، وإنك كمان واثقة من نفسك جدا وعارفة انت بتعملي ايه. وأما الصمت بقى فهو جواب العاقل، ما ترديش على كل كلمة تتقال أو على كل موقف سلبي. التجاهل بتاعك أحيانا بيخلي اللي قدامك يفقد الحافز للاستمرار في إزعاجك، وفي ناس زي ما قلتلك قبل كده هيحاولوا يستفزوكي أكتر عشان تردي، بس في الآخر هيتعبوا وهيأسوا منك وهيشوفوا حد غيرك تاني يستفزوه. اتعلمي يكون عندك مناعة نفسية، دربي نفسك على تقبل الواقع، تقبلي ان عمرك ما هترضي كل الناس، وعمر كل الناس ما هترضى عنك، وان الانتقاد والاستفزاز جزء من الحياة. بس كل ما كان عندك مناعة نفسية كل ما كان التجاهل عندك أسهل وأسرع وأقوى. ولو لقيتي ان في حواليكي على طول ناس مستفزة ومواقف مزعجة، يمكن يكون وقتها الحل هو انك تغيري مكانك او تغيري بيئتك او حتى تقللي من التفاعل معاهم. زائد كمان التجاهل هيخلي حياتك أسهل بكتير. وافتكري كمان في اي موقف وازمه في حياتك انك تستعيني بالله. لما بيكون في حياتك ناس انت مش عارفه تتعاملي معاهم او تتخلصي من اذاهم، قولي دايما الدعاء بتاع اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، وقتها ربنا هيبعدهم عنك. ولما تواجهي اي موقف مزعج وكلي امرك لربنا واستعيني بيه، ده هيخلي عندك سلام نفسي وقوة نفسية لتجاهل اي اذى. افتكري دايما اهدافك الكبيرة واسألي نفسك هل الشخص ده وكلامه او الموقف اللي حصل ده هيأثر عليا وعلى اهدافي كمان سنة او حتى كمان شهر. لو كانت الاجابة لا، فبكل بساطة وهدوء تجاهلي، لان التجاهل في الوقت ده هيكون القرار الصح والاختيار الحكيم. وخلي بالك عشان تتقني فن التجاهل ده هياخد منك وقت، ولازم تستمري في التعلم وتستمري انك تشتغلي على نفسك بوعي وتعرفي نفسك اكتر وتحبي نفسك اكتر. وتعلمي دايما انك تفلتري المواقف اللي قدامك واسألي نفسك هل اللي بيحصل ده يستاهل طاقتي؟ اذا كانت الاجابة لا، فما تضيعيش وقتك، مش كل الامور بتحتاج مننا ردة فعل وتفاعل. حاولي تبقي هادية مهما كان الموقف مستفز، تنفسي بعمق او عدي من 1 ل10، ده كمان هيساعدك في التحكم على ردة فعلك. علشان توصلي كمان للقدرة على التجاهل دربي نفسك كل يوم، تخيلي في عقلك مواقف مستفزة، شوفي ايه اكتر حاجة ممكن تضايقك او تنرفزك وتعكر مودك وتخيليها قوي، عيشي فيها جدا ودربي نفسك على انك تتجاهلي الموقف اللي انت فيه. دربي نفسك على التحكم في مشاعرك في الموقف المستفز اللي في عقلك ده. انا عارفة انه تمرين مزعج واحيانا ممكن يكون صعب، بس صدقيني نتيجته مبهرة، ومع الوقت والتدريب هتبقي قادرة انك تتجاهلي اي حاجة تضايقك او تعكر مزاجك او تفقدك سلامك النفسي. تجاهلي اي حاجة تفقدك طاقتك وهدوءك، وادعي ربنا دايما انه يرزقك الحكمة والقوة اللي تخليكي تتجاهلي اي حاجة تأذيكي وتشغلك عن طريق. وفي النهاية افتكروا دايما انكم تركزوا على الحاجات اللي تستحق الاهتمام في حياتكم، ما تخلوش المواقف والاشخاص السلبيين يأثروا على هدوءكم وسعادتكم. ركزوا على اهدافكم، قيموا اللي يستحق طاقتكم، وعيشوا حياتكم بهدوء وسلام ورضا. وافتكروا دايما انه ليس كل ما يقال يستحق الرد، وليس كل ما يفعل يستحق الاهتمام، وأن التجاهل فن لا يتقنه إلا من أدرك أن حياته أثمن من تبريرها للآخرين. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وأشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.